أعزائي متابعينا على قناتي على اليوتيوب، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات التعليمية. والنهاردة هنتكلم بقى عن حفريات جميلة بسيطة جدا، حفريات القوالب والطوابع. احنا اتفقنا ان الحفرية هي بقايا كائنات حية، بقايا وآثار كائنات حية محفوظة في الصخور الرسوبية. يعني ايه يا جماعة؟ يعني منتهى البساطة كائن حي كان عايش من ملايين السنين، مات، تمام، ساب أثره أو ساب البقايا بتاعته، اتدفنت في تربة طينية، تربة رملية. بفعل عوامل الضغط والحرارة حصل كالتالي إن اتحولت الحفرية دي لحجر، أو معنى أصح اتبدلت المادة العضوية بمادة معدنية. المادة العضوية للكائن حي بمادة معدنية زي السيليكا، وفي معادن تانية بتدخل جوه الكائن الحي. الحفرية دي زي ما انت شايف حفرية جميلة جدا لقوالب وطوابع لقواقع كانت عايشة من ملايين السنين. لو تلاحظ هنا يا جماعة، خلي بالك ان القوقع بعد ما بيموت بيدفن في الرملة، بيدفن في الطينة قاع البحر، ويبدأ يتملي برواسب رواسب البحر. وبعد ما يتملي برواسب البحر، القشرة الخارجية بتتكسر وبيسيب شكل بقى الكائن. يا إما لو كان قالب يبقى تفاصيل داخلية، لو كان طابع يبقى تفاصيل خارجية. ادي شكل آخر لحفرية بتتكون لقوقع اهو زي ما انت شايف. طبعا اتملت طبعا وهي بتتملي رواسب البحر. ادي مثال اخر اهو، بس طبعا دي مراحل طبعا مختلفة اهو، مراحل مختلفة لتكوين حفرية القالب. ده بقى القالب اللي معانا ده، دي حفرية قالب موجودة طبعا، قوقع حلزوني زي ما انت شايف. والقوقع الحلزوني ده كان عايش من ملايين السنين، وطبعا القوقع ده اتملى بعد ما مات الكائن الحي، اتملى بالصخور، بالرمال رواسب الموجودة في قاع البحر. وطبعا بعد ملايين السنين اتعرض لعوامل الضغط وحرارة شديدة جدا، فتحول طبعا إلى صخر، اتبدلت فيه المادة العضوية محل المادة المعدنية جزء بجزء، مع بقاء الشكل دون تغيير. زي ما انت شايف الحفرية اللي معانا دي يعود عمرها إلى أكتر من 35 مليون سنة، ودي موجودة في الصحراء الغربية في محافظة الوادي الجديد. نموذج آخر، حفرية تانية أهي، كويس، حفرية أشكال كتيرة وأنواع كتيرة لحفريات مختلفة. طبعا الناس هيقولوا ده شكلها زلطة. لا يا شباب، دي مش زلطة، ده هو كل القصة إن الكائن الحي اللي كان في القوقع مات، فالقوقع اتدفن في رواسب البحر طبعا، واتملى في رواسب البحر اللي موجودة في قاع البحر. وطبعا بمرور ملايين السنين اتحول طبعا المادة دي إلى مادة معدنية. والجزء ده يا جماعة خلي بالك، واحد هيسأل يقول طب انت بتقول موجودة في الصحراء الغربية في الوادي الجديد. خلي بالك اللي يعرفوه طبعا علماء الجيولوجيا والناس اللي ابتدت الجيولوجيا ان الصحراء الغربية كانت من ملايين السنين عبارة عن بحر كبير، وطبعا بفعل عوامل الحركات الأرضية اتحولت طبعا إلى صحراء. اتمنى يا شباب ان الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم. ما تنساش طبعا دعمك باشتراك في القناه، بان انت تفعل جزر الجرس عشان يجيلك في كل فيديو جديد. كان معكم اخوكم شارل شوقي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. شكرا على حسن المتابعه، سلام.